البارسا دينيس سواريز البديل. وامامنا هنا ضربه نافعه، اصيب سيرجيو بوسكيتس وخرج في الدقيقه العاشره، ولكن كره تاتي الى دينيس سواريز لا يخطئها، ويتذكر اداؤه المميز اللي كان مع فياريال وقبلها مع سيفيا، وكره قويه. الكره بقى ايه ارتدت، وهنا القرار والتسديد والدقه وفي زاويه وصعبه قوي على يوان رودريجيز. ادي امامنا الاعاده، والكره المسدده القويه رايحه في منتهى الروعه. ميسي عايز يعملها ويخدع الحارس يول طبعا رودريجيز، ولكن ترجع لدينيس سواريز صاحب الحجم الصغير، ولكن بعقل كبير وبمهاره كبيره يضعها لتكون كره الهدف الاول. العناق الحار ما بين ميسي ودينيس سواريز، لان البارسا سجل بعد 32 دقيقه. تراد تعزيز النتيجه بهدف ثاني ام يكون لعباره راي اخر. ادي امامنا استلام ميسي، يصعد في وسط الملعب، ميسي يفتح اللعب على طول في اتجاه اللاعب لويس. امامنا سواريز الى ميسي، يا ولد يا على الكوره والهدف الجميل. لوتشو اللاعب لويس سواريز صنع له ميسي في الشوط الاول هديه، لكن هنا التعامل، شوف الاستلام واللمسه باحساس كبير لياتي ميسي في صداره الهدافين ب 15 هدف بهذا الهدف، ويسجل هدفه الاول في اللقاء بعد مرور 50 دقيقه، لكن من هجمه حلوه ومن تحرك جميل من جانب لاعبي البارسا. الهدف الثاني في توقيت مهم قوي. بص شوف امامنا ميسي اتحرك ازاي، شوف ميسي يا ولد يا ولد، عملها له جميله جدا. اللمسه الواحده من ميسي يسندها بس، لكن باحساس ايه وبتحرك ايه وبلمسه ايه. والهدف الثاني ياتي للبارسا بعد حوالي 50 دقيقه، الدقيقه الخامسه من الشوط الثاني. ادي امامنا هنا يوان رودريجيز لا ياتي مع هذه الكره باي نتيجه، لان لمسه اللاعب البارع، لمسه ليو، لمسه ميسي، لمسه دائما وابدا. وعدى بماورو دي سانتوس، وادي انفراد وهدف ثالث. صدارة الهدافين ما بين لوتشو، ما بين لويس سواريز وميسي، ولكل منهما 15 هدفا. وهدف ياتي في الدقيقة 68 من خطأ دفاعي من جانب الارجنتيني ماورو سانتوس، وايضا من قبل فلوريان لجوا. والهدف ياتي هنا لتكون النتيجة 3-0 للبارسا في مرمى ايضا. بص حضراتكم كرة ترجع، وادي المدافع الفرنسي فلوريان لجوا، وادي امامنا هنا الضغط المميز جدا من جانب لويس سواريز. الهدف رقم 15 لهذا النجم. هل فيها دفعه الكره الماضيه، لكن امامنا هو حكم اللقاء سانشيز مارتينيز، والكره استمرت، وطبعا باقتدار يضعها في مرمى الحارس يوان رودريجيز. طمعه في البعيده، حطها له في الضيقه. هدفه رقم 15 هذا الموسم في مباريات الدوري، هو نفس رصيد ميسي، لكن في عدد مباريات اكثر من قبل هذا اللاعب. طبعا اللاعب سواريز بيلعب لقاء رقم 18، اكثر لاعب لعب في البارسا، 17 اساسي ومره بديل. وادي كره اللاعب لويس سواريز بعد الكره الماضيه. ادي الاعاده واضح طبعا التدخل، وادي تحت الفرصه وفيها لمسه يد، لكن هل هناك دفعه؟ وهدف هنا من قبل لويس سواريز في الدقيقه 68. 3-0 بعد 9 دقائق، وخروج ونزول دينيس اللي سجل الدقيقه 32، ميسي في الدقيقه 50 ولوتشو في الدقيقه 68، ونيمار هنا ياتي بالهدف في الدقيقه امامنا 91، الدقيقه الاولى من وقت بدل الضائع. اصرار، وما اجمل الاصرار، لان الاصرار ياتي دائما بالنتائج الايجابيه. و4-0 نتيجه ليست بغريبه، لانها تحققت من قبل في لقاء الدور الثاني العام الماضي، عندما سجل منير وسجل ميسي هدفين وسجل سواريز، ويسجل امامنا نيمار وفي دكه البدلاء اندري جوميز وبيكيه وسيلسن. لكن شوف امامنا ادي انطلاقه، ادي اللاعب اللي عمل الكره الجميله، اللاعب ارش فيدال، عدت من باكو الكاثير، وياتي هنا نيمار بالهدف الرابع، بتصبح النتيجه 4-0 في مرمى يوان رودريجيز. البارسا يضرب بقوه في هذه الليله، 5 في مرمى لاس بالماس، 4 في مرمى ايبار، وفي تصاعد مستمر مستوى الاداء هنا. حاول عليها يوان رودريجيز، ولكن هذه المره بقى الكره تكافئ نيمار، والصناعه كانت من ارش فيدال البدري.